شايف خروجك من النادي الاهلي في فتره من الفترات كان ظلم بالنسبه لك، في ظل ان انت كنت بتقدم مستويات جيده جدا وان انت كنت في افضل حالاتك في الوقت ده؟ بص، هو طبعا في الاول وفي الاخر هو ده قدر ونصيب مكتوب، لكن حته خروجي من النادي الاهلي طبعا كان حصل مشكله مع مع مدرب. وكان الموضوع يعني بالنسبه لي انا ما قدرتش اعديه. ف وحصل اللي حصل وصممت ان انا امشي. بعد كده حصل بقى، حصل ظروف خارجه عن ارادتي. بعدها انتقلت لطلائع رحت الجيش. طالع الجيش، بعد صح. كده بتروجيت، بعد كده انتاج حربي كملت، وبعد الانتاج رحت مسافر على على السعوديه. السعوديه. اه. فطبعا في حاجات ظهرت في الطريق، ما زي ما بقول لك حاجات قدريه. مطبات، ما حاجات طبيعي بتاع الكوره، قدريه، كلنا تغيير في بنتعرض حاجات ليها يعني. معينه. لكن طبعا انا عشت في النادي الاهلي من وانا عندي 6 سنين لحد ما 2014. انا عارف يعني، وانت عاشرنا عارف، بعض يعني. وعاشرنا بعض من واحنا عيال صغيره ده بالظبط. فاهم. فالموضوع طبعا، لا، النادي الاهلي بعد ربنا طبعا فضله عليا كبير جدا. سواء في النادي وانا بره النادي. ما اقدرش انكر حاجه زي كده يعني.